تخيل معايا تكون وسط الطياره وكتشوف في التلفازه ديك الطياره اللي راكب فيها انت كاينه في قنوات الاخبار مباشره بانها معرضه للخطر وهما كيتسناوها توقع فيها شي مصيبه. كيفاش غادي تكون ردة الفعل ديالك؟ المهم بغيتكم تكملوا هذه القصه حتى الاخر حيت فيها شي حوايج اللي غادي تصدمكم ديال بصح اكثر من الحادثه نفسها. وإلا عجبتك القصه ما تنساش دير لايك وبارطاجي الفيديو مع اصحاب وخلي شي كومونتير زوين بحال وجهك، وما تنساش انك تشترك في القناه وضروري تفعل زر الجرس باش وقت ما نحت الفيديو توصلك نوتيفيكاسيون. وإلا كنتي مسالي تفرج في الفيديو. نهار 21 سبتمبر 2005 غادي تنطلق رحله طيران لشركه جيت بلو الامريكيه، وهذه الرحله انطلقت مع 3:30 ديال العشيه وكانت من مطار لوس انجلوس لمطار نيويورك، يعني رحله محليه داخل امريكا. المهم داك النهار كان الجو مزيان وكانت الرؤيه واضحه، ما كانت لا ضبابه لا والو، والطياره حتى هي داروا ليها صيانه، يعني شافوا ياك ما خاصها شي حاجه لقاو كلشي مزيان كلشي هو هذاك. هاد الطياره كان فيها 140 راكب. المهم كما العاده البيلوت غادي يهضر مع الركاب وغادي يقول لهم الهضره اللي ديما كتقال باللي الرحله غادي تكون من لوس انجلوس لنيويورك وغادي تقطع مسافه 4000 كيلومتر وغادي تستغرق هذه الرحله 6 ديال السوايع. وفي الاخير كيتمنى لهم رحله سعيده، ولكن ما كانش عارف شنو غادي يوقع لهم من بعد دقائق قليله. من بعد 20 دقيقه تقريبا غادي يتفاجئوا المسافرين بصوت البيلوت كيقول لهم: سيداتي وسادتي المسافرين الكرام، نحن نواجه بعض الصعوبات الفنيه لكن كل شيء سيكون بخير ان شاء الله، فقط نحتاج منكم ان تكونوا مستعدين لاي حاله طوارئ. وهنا المسافرين بداو كيحسوا بالصهد، وكما قلت لكم هادشي كان في 2005، يعني ما كانوش عندهم تليفونات اللي كيصوروا اولا يديروا بهم فيديو، ولكن واحد من المسافرين عنده كاميرا الفيديو في الشنطه ديالو، مشى وهز ديك الكاميرا وبدا كيصور وسط الطياره. في الاول المسافرين كانوا هادئين بزاف وما خايفينش، كل واحد كان جالس بلاصتو، ولكن كانت باينه ان شي حاجه ماشي هي هادي. من بعد دقائق قليله غادي يعاود يهضر معاهم البيلوت، يعني يقول لهم: يمكن غتكونوا لاحظتوا اننا ما طلعناش لارتفاع عالي بزاف، حيت لقينا في السيستم ديال الطياره ان عندنا مشكله في عده الهبوط. وهذا الشيء كيعني حاجه وحده، ان الطياره فاش غادي تهبط تقدر تحطم، حيت عده الهبوط مهمه بزاف وما يمكنش تهبط الطياره بلا بهم. وهنا البيلوت غادي يتواصل مع كاع المطارات وابراج المراقبه اللي قريبه لديك المنطقه باش يعلمهم حاله الطوارئ اللي عندهم. ولكن الخايبه هنا واللي ما كانش البيلوت ضرب ليها الحساب هو ان الخبر غادي يوصل لوسائل الاعلام، وهاد القنوات دايرين لايف لهاد الطياره في السماء وكيصوروا كلشي. والخايب اكثر وهاد اللايف اللي دايرين هاد القنوات كانوا خدامين على دوك التلفازات اللي قدام كل مسافر، يعني كل واحد من هاد المسافرين جالس كتفرج في اللايف لشنو غادي يوقع للطياره اللي هو راكب فيها، وكلهم شافوا المشكل ديال الرويضه القداميه اللي خسرات وما بغاتش تدخل لبلاصتها وما بغاتش تدور للبلاصه الصحيحه ديالها. تخيل معايا تكون انت وسط ديك الطياره وكتشوف هادشي وكتسمع في قنوات الاخبار ان الطياره هذه ضروري غادي توقع عليها شي مصيبه، وانهم كيتسناو غير امتى تهبط باش يشوفوا شنو غادي يوقع عليها. تخيل معايا تكون وسط ديك الطياره وكتشوف هادشي قدامك، كيفاش غادي يكون الاحساس ديالك؟ وقنوات الاخبار كيزيدوا كيقولوا ان شي مصيبه غادي توقع، جايبين طيارين اخرين ودايرين معاهم مقابله على نسبه النجاه لهاد الطياره، وهادشي لايف وشافوا كاع الركاب اللي راكبين في ديك الطياره. وهادشي اول مره غادي يوقع في كاع الرحلات ديال العالم، يعني اول مره غادي تطرا شي حاله بحال هكا ان المسافرين كيشوفوا الطياره ديالهم لايف على برا. المهم البيلوت عيا ما يهتن في المسافرين، ولكن هو عارف انهم شافوا كلشي وما بقى ما يتخبى، ضروري خاص يقول لهم كلشي. وهنا عرف ان كلشي ولا بيديهم وهما اللي خصهم يديروا اي حاجه باش يعتقوا 140 راكب. داكشي علاش جلسوا باش يدرسوا كاع الحوايج اللي تقدر ترفع فرص النجاه ديالهم. واول حاجه فكروا يديروها هو انهم ينقصوا من وقود الطياره لاقل نسبه ممكنه، حيت الطياره كانت غاديه لبلاصه بعيده، كانوا معمرين الخزان ديالها ب 15 طن، والى حاولوا يهبطوا بالطياره بداك الوزن فغالبا غادي تحرق وغادي تشد العافيه في داك البترول اللي لداخله غادي تفرقع. وشنو خصهم باش يديروا ينقصوا من البترول؟ قرروا انهم يبقاو يدوروا في بلاصتهم فوق البحر وفي نفس البلاصه. وهنا البيلوت غادي يقول للركاب هادشي، غادي يقول لهم راه كندوروا في بلاصتنا باش نحرقوا اكثر كميه ممكنه من البترول قبل ما نهبطوا بالطياره. كما قلت لكم هو عارف انه ضروري خاصو يقول للركاب كاع هادشي. وفاش نقص مستوى البترول للحد المناسب
تواصل البيلوت مع برج المراقبه ديال لوس انجلوس وقال لهم انه جاي دابا المطار باش يهبطوا الطياره. كانوا مطارات قراب بزاف من لوس انجلوس، ولكن المطار ديال لوس انجلوس كان كبير بزاف، والبيلوت كان عارف انه خاصو اكبر مدرج ممكن. وفي هذه المرحله البيلوت غادي يقطع البث على الركاب باش ما يشوفوش لحظه الهبوط على برا. بغاوهم يركزوا على ريوسهم ويستعدوا للاصطدام ولا لتحطم الطائره، ولكن ما قالش لهم هادشي بطبيعه الحال. وداك الراكب اللي كانت عنده الكاميرا وسط الطياره حس باللي هذه لحظه حاسمه في حياته، وانه ما عرف شنو غادي يوقع في اللحظه اللي جايه. داكشي علاش غادي يدير هذا الفيديو لمراته. It's going to be groovy, and we'll have a good laugh when I show you this video. But if anything happens, you know, take care of everything. Everything's yours. هذه الرساله كتبين الاحاسيس ديال الركاب في ديك اللحظه. تخيل معايا انه انت عارف ان كارثه غادي توقع لديك الطياره اللي راكب فيها، ولكن ما عندك ما دير الا انك تجلس بلاصتك وتدعي الله انه كلشي يدوز بخير وعلى خير. واخر رساله صيفطها البيلوت لبرج المراقبه، قال لهم حنا دابا فوق المطار ومستعدين للهبوط. تاكدوا واش كاع التحضيرات واجده للحظه الهبوط. الموظف اللي في برج المراقبه بغى يرفع المعنويات للبيلوت، قال ليه انا واثق انك غادي تكون بطل اليوم. ولكن البيلوت غادي يجاوب وغايقول ليه ماشي هذا هو الهدف ديالي، اللي بغيت انا دابا هو كاع اللي راكب في هاد الطياره ينزلوا بخير وعلى خير. حيت كما قلت لكم الرويضه القداميه معكوسه تماما، وإلا هبطت الطياره غادي تحك بالارض وغادي تهرس، يقدر تشعل فيها العافيه وتحرق الطياره كلها، اولا تقدر تهرس وتصطدم الطياره بالارض وتحطم وما يبقى فيها والو. ولكن ما كانش حتى شي خيار اخر من غير هذا. داكشي علاش ضروري خاصهم يغامروا ويشوفوا شنو غادي يوقع. فعلا غادي تبدا عمليه الهبوط، والبيلوت غادي يهز قدام الطياره وبدا الهبوط بالرويض للور اللي كانت سليمه، والمساعد كان كيهدن في الركاب وكيقول لهم استعدوا للاصطدام وهبطوا ريوسكم للوضعيه ديال الاصطدام. اللحظه فاش مسوا الرويض ديال اللور الارض غادي يحسوا الركاب بعنف الاصطدام، والبيلوت بقى هاز الرويضه القداميه لاطول مده ممكنه، حيت غير غادي تنزل الرويضه القداميه للارض غيبدا الاحتكاك العنيف. داكشي علاش خاصو يخلي اقل ضغط ممكن على هذه الرويضه. وفعلا غير وصلت الرويضه القداميه للارض غادي يطلع دخان كتير بزاف من الرويضه بسبب الاحتكاك مع الارض، لدرجه طلعت فيها واحد الريحه خايبه ودخلت لوسط الطياره اللي عند الركاب. وفاش تمحل الاطار ديال الطياره غيوصل الحديد للارض وغتبدا الشراره كتطلع وبدات الحراره ديال الحديد كترتفع. كلشي ولا خايف انه يطرش انفجار اولا تحطم الطياره. كاع الناس اللي في الطياره خايفين انهم يموتوا، ولكن بدات السرعه ديال الطياره كتقل حتى غادي توقف. كلشي سكت شويه، غادي نسمعوا الركاب وسط الطياره. ودخل عندهم البيلوت وهو فرحان وكلشي كيصفق ليه وكيعنقوا لانه طلع بطل. صراحه هادشي بحال شي فيلم ديال الخيال، لان في لحظه كان كلشي كيبان كحل والموت كانت قريبه بزاف، ولكن قدر الله ما شاء فعل، هو اللي كيتحكم بالاقدار وعطى لدوك الركاب حياه اخرى. من بعد غادي تبدا عمليه انزال الركاب، وكما كتشوفوا في الرويضه القداميه كانت مقطوعه على النص من قوه الاحتكاك ديالها بالارض والحراره. من بعد داروا تحقيق على هادشي اللي وقع، وكانوا بزاف ديال التفاصيل كثيره. لقاو ان اداه امتصاص الصدمات تهرست بسبب الثقل، وداكشي اللي خلى الرويضه حاصله وما قداش تدوز وهي في الزاويه 90. يعني الخطا كان في الصيانه اللي ما كانتش في المستوى، وحتى النظام ديال الطياره اللي كان فيه واحد الغلط. وقالوا انهم قادوا هذا الخطا وداروا سيستم جديد لهذا النوع من الطيارات باش ما تعاودش نفس الحاجه مره اخرى. ولكن كاين اللي كيقول ان هذا المشكل من بعد هذه الحادثه عاود رجع شي 4 أو 5 ديال الخطرات. هنا غادي نسالي هذا الفيديو الخوت، ما تنساش معاك اللايك للتشجيع. الى عجبتك القصه بارطاجيها مع اصحابك،
وما تنساش تشترك في القناه حيت كاينين بزاف ديال الناس كيتفرجوا باقي ما مشتركين. اشتركوا وفعل الجرس باش يوصلوك الفيديوهات نتا الاول على شكل نوتيفيكاسيون الا كنتي مسالي تفرج في الفيديو. وقولوا لي واش بغيتوا القصص بحال هكا اولا بغيتوا دوك العادات والتقاليد اللي غريبه ودوك الاشياء اللي غريبه ديال بصح اولا بغيتوهم بجوج. المهم نتوما غادي تقولوا لي شنو كاين في لي كومونتير. الا بقيتي حتى لدابا كنقول لك شكرا بزاف على الوقت ديالك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تهلاو.